متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة من بودكاست حديث الأهرام. ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة هو فنان قدير وممثل موهوب جدا. وجود اسمه على أي عمل بيعد بمثابة علامة جودة للعمل وشهادة بنجاحه. ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة النجم المتألق دائما الأستاذ إيهاب فهمي. أهلا بيك يا أستاذ إيهاب. اهلا بيكي وميرسي جدا على المقدمه الحلوه ده حقك اقل كمان. احنا هنتكلم دلوقتي ومتابعينا. طبعا عندك معجبين كتير جدا، واول حاجه هنبتدي بيها انا عايزه ابتدي بهنيك بحاجتين. اول حاجه الجائزه الاخيره اللي اخدتها عن دورك في مسلسل إيش إيش. حضرتك تكلمنا عنه الاول، لانه طبعا الناس لما بتشوف النجم اللي بيحبوه وفي دور هم حبوه قوي ومسلسل وعمل كان ناجح جدا وتابعوه بشكل كبير، بيبقوا عايزين يشوفوا النجم بتاعهم بيتكلم عنه. ايش هو يعني نبدا من مرحله الترشيح الاولي. هو الحقيقه انا بتجمعني صداقه بالاستاذ محمد سامي، لكن ما كناش اشتغلنا مع بعض. ده اول عمل يكون؟ اول عمل. تمام. لكن هو الحقيقه انا بحب اتفرج على شغله وبحب اتابعه لانه ليه ستايل مختلف جدا. ويمكن انا حياتي بدات مع مدرسه انا بشوف دايما فيها الاستاذ محمد سامي نفس هذه المدرسه اللي بتبقى قريبه قوي من الناس، اللي بتبقى الجمهور بيقعد يستنى الحلقه. انا اشتغلت مع الاستاذ فاضل والاستاذ اسماعيل عبد الحافظ والاستاذ جمال عبد الحميد، العمالقه كلهم. عشان يعني كده حضرتك يعني بجد امتداد ليهم. الحمد لله. فبدات الحكايه انه انا كنت بتفرج على نعمة الافوكاتو، وحصل ان انا يعني كنت زي ما بيقولوا بتعايش مع المسلسل وفي حوار وبنتكلم، وهو ما شاء الله بيسمع. يعني هو من المخرجين اللي بيسمعوا، يحب رأي الناس ويسمع كل الآراء. والحقيقة تم الترشيح، هو يعني فاجئني ان انا اعمل لك في دور كده في المسلسل عايزك تقراه. هو عنده كده في طريقة الإلقاء مشوقة شوية، هو بيحكي حلو قوي يعني يجرك يشدك. فالحقيقة حصل اللقاء الأولي من البداية، وطبعا كان العمل بطلته والنجمة الجميلة مي عمر. والحقيقه انا لما دخلت في كواليس هذا الفنان الجميل، هو بيتعب قوي في شغله، بيتعب في كل حاجه. دايما اقول توفيق ربنا طبعا قبل اي شيء. ولما يبقى مخرج بقى قائد والهارموني ده كله بيقوده، هو بيحرك كل عناصر التمثيل، هو المسؤول عن كل حاجه داخل العمل. فعشان كده تلاقي كل اعمال محمد سامي متناسقه متكامله. الحمد لله. عبد العاطي في إيش إيش يمكن انا النهارده فات داخلين في سنه حقيقي. ما زال النجاح في الشارع، ما زال النجاح حتى لما بسافر دول عربيه. كانت الواحد لما بيسافر بره كمان بيبقى رد الفعل بيبقى اقوى كتير جدا، لانه هنا بيتقابل كل يوم، ما بيسافر دوله هو مش بيسافر كل يوم، فبيشوف الناس على فترات. يعني الحمد لله انا من الادوار المهمه جدا في حياتي، بعتبر هذا العمل هو نقله في حياتي كبيره جدا. عشان كده الواحد عنده تأني رهيب جدا في اختياره القادم. يعني لا بس هو انا يعني كل ادوار حضرتك مميزه جدا جدا، يعني قبلها برضو برغم القانون الحمد لله وكتير. يعني انا بتذكر حضرتك الدور اللي كنت حضرتك عامل فيه توأم، والشخصيتين مختلفتين تماما. 604 بالظبط مع الاستاذه حنان مطاوع. يعني الشخصيتين يعني ازاي التنوع ده، كل حاجه من شر لطيبه لمحتال كله. انا دايما اقول اي شغله في الدنيا حبيها. صح. يعني انا بحب شغلي وبحب شغلي بلا مقابل. اكيد طبعا في مقابل، ده اكل عيش يعني. لكن هو انا بأمن، لو انا مؤمن دايما، حتى لما اي حد من اصدقائنا اللي بيشتغل في اي مهنه مثلا بقى حتى لو صغير، اقول له يا عم اتقي ربنا عشان ربنا يديك. اتقي ربنا بمعنى ان انا اعمل شغلي كويس قوي واسيبه على الله. انا بتعب وبذاكر، ويعني زي ما مثلا ما قلتي في شعبان الجربعه في برغم القانون، ان انا اشتغلت على الدور واشتغلت على تفاصيل الشخصيه واشتغلت على الشكل العام مع المنتج ومع استاذ ريمون مقار ومع الاخراج واستاذ شادي عبد السلام، مع مراتي اللي هي يعني دايما بتختار كل ما هو خلف الكاميرا، ان انا برسم الشخصيه. بتعب ومجهود وبتفرج وبشوف وبعمل. في 604 انا عايز اقول لحضرتك مثلا كل الناس، كل الزملاء بما فيهم مثلا الزملاء اللي كانوا معايا في العمل، فإيهاب هيعمل شيطان. فالناس اول حاجه تقول لك عين حمراء وحاجب لفوق خالص. هو الشيطان لازم يبقى ملمع، مش لازم يبقى بيلمع قوي، عشان هو مش بيلمع قوي مش هيجذبك.
صح. يعني مش هيخليكي تروحي معاه، هو لازم يقنعك ان هو قد ايه آية من آيات الجمال، لكن هو شيطان. زي ما قلت لحضرتك، يعني انا بشكرك على الملحوظه دي. في ناس كتيره النهارده مش واخده بالها ان انا في 604 عملت شخصيتين. انا عملت الشيطان وعملت الشخص الملبوس بالشيطان. يمكن كانت في اخر 3-4 مشاهد جوه العمل، لكن هو شخصيه تانية خالص، بطريقه اداء تانية خالص، بتون صوت مختلف. طبعا ده كان اخراج اكرم فريد. كانت قصه الاستاذ عمرو محمود ياسين. اعتقد كان عمل مهم جدا يعني. طبعا بكل الزملاء مش بيا لوحدي يعني. هي كل اعمالك والله يا استاذ ايهاب بجد زي ما قلت، يعني وجود اسمك في اي عمل بيخلينا نبقى متاكدين ان العمل ده عمل جاد وعمل ممتع، فني ممتع، ولازم نتفرج عليه واحنا مطمنين. الله يجزاك، ميرسي جدا. الحاجه الثانيه برضو اللي عايزه اتكلم مع حضرتك فيها وبارك لك عليها، هو مهرجان هو شغال دلوقتي، المهرجان النقابه. المهرجان دي الدوره الكام؟ احنا انا ما حدش سمع عنه، معلش سوري يعني ما حدش سمع عنه. والله بصي، هو دي الدوره الثامنه. احنا كل سنه بنتوسع. يمكن السنه دي، يمكن السنه اللي فاتت ابتدينا نخش في اطار الاحتراف اكتر شويه. يعني السنه احنا عملنا افتتاح قوي جدا في احدى المسارح الكبيره. السنه دي احنا عندنا 32 عرض. لكن اتفضل. بس هو كان قبل كده برضو كله عروض مسرحيه، ولا انتوا بتعملوا كل سنه مثلا تخصص في نوع من انواع فن التمثيل؟ لا، احنا بكل انواع العروض. بس هو كان في الاول كنا بنشتغل في اطار المسرح بتاعنا اللي هو النهار. المسرح النهار اللي هو في بتاع النقابه يعني. فكانت العروض بتقام على هذا المسرح. احنا بقالنا سنتين بنتوسع في عروض كبيره في مسارح كبيره جدا. الجامعه الامريكيه، معهد الفنون المسرحيه، مع مسرح نهاد صليحه، مسرح الوسابير، مسارح كبيره جدا احنا بنشتغل عليها. عندنا 32 عرض. لكن انت تخيلي انك في اليوم بتشتغلي 3 عروض في اليوم. الجديد اللي احنا عملناه السنه دي يختلف عن اي مهرجان في مصر، ان احنا اول مره نعمل حاجه اسمها مسابقه ذا بيست جوه العرض. ان اللي بيختار احسن ممثل الجمهور، مش لجنه تحكيم. كمان لجنه تحكيم في نهايه المهرجان بتقول عندنا اولا 5 لجان تحكيم، مش لجنه واحده بس. كل لجنه عندها يومين بتتفرج على 6 عروض، وبنختار منهم احسن ممثل واحسن مخرج، دول لوحدهم. تعدد الجوائز ده بيعمل نوع من انواع الفرحه للشباب طبعا. اللي شغاله طبعا. اللجان اللي عايز اقول لحضرتك موجوده على اعلى مستوى. مش عايز اقول اي اسم، لان كل اسم فيه مهم. اذا كانوا مخرجين، اذا كانوا كتاب، اذا كانوا فنانين ممثلين، اذا كانوا نقاد. اعتقد ان وذا بيست دي اول مره بقول لحضرتك هو حاجتين. اول مره انك تعملي 5 لجان، دي جديده. دايما بتبقى لجنه واحده تتفرج على كل حاجه. انك تتحركي في نفس الوقت في كل المسارح دي في 6 ساعات، يعني شيء صعب جدا. لانك بتركبي ديكور وبتشيلي ديكور وبتحطي ديكور. في المسرح مثلا بيركب اللي بيخلص العرض، الشباب بيستنوا بايتين، مجهود رهيب جدا. بس المفرح في الموضوع ان في مفرحه، بتتفرجي على كميه مواهب. انا سعيد ان كل الساده المخرجين، عشان ما نقول اسم وما نفقدش اسم، اللي اتفرجوا مبسوطين ان مصر ولاده. يعني احنا الحقيقه المعاهد عندنا والاكاديميات والكليات اللي بتدرس فن بتخرج كل سنه موهوبين يعني بجد، مواهب عظيمه جدا. هي عايزه بس تتشاف، يعني الناس تشوفها كويس عشان تتقدر كويس. تمام. فالمهرجان نهايته ان شاء الله في خلال ايام. واعتقد انها دوره كانت ناجحه جدا ودوره مهمه جدا. وعملنا افتتاح، اعتقد يمكن اغنيه تامر حسني عامله ترند رهيب جدا. ترند رهيب هي دي. وكمان التكريم اللي عملتوه كان جميل جدا جدا جدا، وحاجه عظيمه بجد يعني، ورساله انسانيه جميله. اساتذتنا احنا دايما بنقول لهم جمله كده: شكرا اسعدتمونا. يعني انتم الاساتذه الكبار اللي احنا اتعلمنا منهم. والكبر هنا مش كبر سن، يعني هو كبر خبره وكبر فن وكبر شيء. والفنان استاذ صبري عبد المنعم قال جمله لخصت كل حاجه يعني، والاستاذ ضياء المرغني. الحمد لله ان انا يعني ربنا يديم صحه والعمر انك كرمتوني وانا عايش. الاحساس ده للفنان بيبقى عظيم جدا، بيحس ان بلده وزمايله وكل السنين عمره راحت عشان الشغلانه دي، بتقول له شكرا. دي بتبقى حاجه عظيمه جدا يعني.
حقيقي. استاذ ايهاب، انا عايزه ارجع بقى بيك لورا كده مع كل الموهبه دي، وحضرتك بتتكلم عن النجوم الشباب والمواهب الواعده وقد ايه مصر ولاده. حضرتك في يوم من الايام برضو كنت شاب وموهبه واعده. انت عرفت ان التمثيل ده طريقك او اكتشفت موهبه التمثيل فيك؟ هقول لك على حاجه. دايما الطفل وهو صغير بيبقى عنده كده كلمه هبقى دكتور، هبقى طيار. انا يعني في كده حقيقي هبقى مهندس، يمكن هبقى ضابط. بالظبط كده، ده اجيالنا. يمكن الاجيال الجديده دلوقتي عايزه ابقى لعيب كوره، عايزه ابقى ممثل، عايزه ابقى بيزنس مان. انا من وانا عمري 5 سنين ودي اول مره اقف على خشبه مسرح، كنت مقرر ان انا هبقى ممثل. انا عمري ما كان عندي اول مره تقف على خشبه مسرح 5 سنين. في المدرسه. في المدرسه بس مش مدرستي. والدتي كانت اخصائيه اجتماعيه في مدرسه ثانوي البنات. فالروايه اللي كانت بتتعمل يعني بنت بتمثل دور ام، فانا ابنها، فلازم يبقى في طفل. فدي انا اول احساس. وكنا بنعرض على مسرح السلام اللي هو في القصر العيني. القصر العيني. انا ما زلت بتنزل الصوره قدامي ان انا لحظه ان انا يعني ايه جمهور ويعني ايه خشبه. وانا فاكر ان كل الناس كانت بتقول لك ازاي انت حفظت الكلام ده. كنت بقول يعني بقول مونولوجات يعني فعلا. يعني مش طالع بس دور ابن كده على خشبه المسرح. لا ممثل يعني ممثل يا نهار ابيض. ويمكن الوالده رحمه الله عليها كانت دايما تقول ما حد مثلا مش عارف يقول ايه، قلت لهم ايهاب لا، ايهاب عايز يبقى ممثل. انا نشأت وعشت على الحلم ده وما فكرتش في حياتي غير ان انا ابقى ممثل. وهقول لك سعيت للحلم ازاي ده. ويمكن وانا طفل كان، بس عشان ما اكبرهمش عشان يزعلوا مني يعني، بس هو كان صغير في السن. كانوا في المنطقه الشعبيه اللي انا عايش فيها، انا من رود الفرج. كان بيسكن هذا الحي مجموعه من الممثلين. كان محسن محي الدين، عبد الله محمود الله يرحمه، يعني عشان ما كبروش قوي. وانا في ثانوي كان عمرو عبد الجليل. انا كنت بشوف الناس دي ببقى مبهور. يعني انا نفسي ابقى ده الحلم يعني دايما اسعى له. ازاي بقى؟ انا كنت بذاكر، بتفرج على افلام، بخش عروض، بشتغل عروض في مراكز شباب مسرح. يمكن دايما اقول انا ما كانش ليا نصيب ان انا اخش المعهد العالي للفنون المسرحيه. قصه كبيره دايما بحكيها يعني. ان انا دخلت كان سني صغير جدا، ويمكن كنت حاتم ب 17 سنه. وكان الاستاذ كرم مطاوع في اللجنه قال لي انت عمرك كام سنه؟ فكنت تميت 17. قلت له 17. قال لي انت هتبقى ممثل كويس، بس روح وارجع ادرس في كليه وارجع، انت هتبقى حاجه كويسه جدا. طبعا بالنسبه لي انا بقى هخش اكسر العالم. فدخلت كليه التربيه الموسيقيه. اول حاجه سالت عليها فين فرقه المسرح؟ قالوا مفيش فرقه مسرح. كونت فرقه مسرح وعرضت عروض مسرحيه وفي سنه من السنين خدت جايزه احسن ممثل جامعه حلوان. في اللي كان في الجامعه دي اساطيل بقى، ماجد الكدواني وبيومي فؤاد واسماء، دول كانوا اسماء كبيره جدا يعني. كانوا فنون جميله. دول كانوا فنون جميله. وانا في تربيه موسيقيه، احنا جامعه حلوان. جامعه حلوان. كان برضو عنايه ان انا امتى هخلص وهخش فنون مسرحيه. فهدفي طول عمري ان انا ابقى ممثل. في ناس وقفت جنبي كتير مش يعني واحد. هنتكلم عنهم. بس دخلت بعد كده معهد الفنون المسرحيه ولا لا؟ دخلت فنون مسرحيه طبعا. ما هو انا قلت بقى هقول بعد لا يعني انا دخلت. انا اصلي فوجئت انه بتقول دخلت والاستاذ كرم مطاوع الله يرحمه. وانا دايما اقول لحنان كده يعني اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي يعني. مفاجاه شديده. انا كليه التربيه الموسيقيه 5 سنين. ايوه. فانا خلصت 5 سنين وجيت. قال لي انت جيت لي من 5 سنين. يعني ذكاء شديد، وكان رجل ذكي جدا وعين لماحه. فبقول له، فانا ضحكت. فقال لي انا ما بنساش الموهوب، مش ما بنساش اي حد، انت موهوب. وخلصت وماشي بقى. فالاستاذ جلال الشرقاوي الله يرحمه قال لي لا استنى، انت هتعدي كده من غير لجنه؟ انت دارس تربيه موسيقيه؟ قلت له. قال لي شايف المشهد اللي انت عملته ده؟ العبوا لي على البيانو وانت بتمثله. ودي اصعب الاشياء اللي ممكن تقابلك كممثل، التوافق العضلي العصبي. ازاي تمثلي وانت بتلعبي مزيكا. الحقيقه انا فاكر كويس ان انا قلت سطرين، وكان عندنا حاجه اسمها الورشه. فكل اللجنه قالت مبروك عليك، والدكتور والاستاذ جلال الشرقاوي سقف لي قال لي انت عملت اصعب شيء في حرفيه الممثل، انك ازاي تعمل حاجه عكس اللي بتعمل. يعني انا امثل والعب، يعني مثلا اقول مونولوج وانا بلعبه،
ده صعب جدا جدا. بس انا عايزه اقول حاجه، يعني طبعا حضرتك موهوب، يعني 5 سنين يقف ويقول وتقول وتمثل على مسرح، الحمد لله. طبعا موهبه، بس برضو عشان من الموهبه دي من اول يوم لحد ما دخلت معهد الموسيقى الفنون المسرحيه، ازاي يعني عملت ايه بقى؟ اشتغلت ازاي على نفسك؟ ما انا بقول لحضرتك انا ما فيش انا هيك بتقول قريت واتفرجت لا بس انا عايزه بعمل عروض مسرحيه في مركز الشباب، مركز الشباب رود الفرج، تبع رعايه الشباب. كنت بعمل مسارح، عروض مسرحيه اللي هي بتبقى اسمها كانوا بيسموها مهرجان النوادي الثقافيه. اشتغلت اكتر من 16 17 18 عرض يعني في السنين دي، اللي هو من اعدادي لحد ما دخلت فنون مسرحيه. انا ما كنتش انا بعد طبعا الغوري، عملت في قصر غوري عروض كتيره جدا. ما بسيبش المسرح، يعني انا عمري ما فقدت علاقتي بالمسرح. يمكن بعد الاحتراف يمكن بقيت على المسرح شويه، لكن انا لحد الاحتراف انا بمثل مسرح بشكل دائم. عروض اطفال، مسارح اطفال كتيره جدا. يعني انا بقول لك انا عملت كاليجولا، يعني اسماء مسرحيات كبيره جدا اكيد اتعملت. عملت هاملت، عملت حاجه لغه عاميه اسمها كفر بلاص. مسرحيات كتيره جدا كنا بنعرض. دول مثلا رغم ان انا اهلاوي جدا كنا بنعرضها في نادي الزمالك. كانت في فرقه صغيره كده كان بيعملها بقى محسن محي الدين، وكان بيشرف عليها الاستاذ العظيم الراحل ممدوح عبد العليم. الله. لا مشوار طويل جدا. يعني انا دايما أكيد. بقول انا دايما مع سكه المدرسه اللي بتقول مفيش حاجه بتيجي كده بين يوم وليله. انا ولا صدفه، لا في تعب، في جهد، في شغل على نفسك زي ما حضرتك بتقولي. في الشغل على نفسك مش ان مجرد اتفرج بس، لا المشاركه. دايما بقول لك زي لعيب الكوره، كل ما بيتمرن وهيفضل يتمرن، طالما ما نزلش الملعب مش هيبقى لازم ينزل الملعب. نزول الملعب والمحك الاحترافي بيعلمك حاجات كتير جدا. اكيد اكيد، وهو ده اللي احنا كنا عايزين نسمعه من حضرتك والناس تسمعه طبعا. عشان طبعا. يعرفوا انه اي حد ناجح في مهنته، اي مهنه، بيكون اشتغل على نفسه جامد جدا ويتعب وتعب. لا يتعب دي كلمه قليله. انا ما بصي اقول لك على حاجه. يعني انا من اسره متوسطه مش اغنياء. ابويا وامي متعلمين، ابويا وامي كانوا بيعملوا في مجال وزاره التربيه والتعليم، لكن في النهايه انا راجل شاب مصري بركب مواصلات عشان اوصل اخر مكان، عشان ممكن احضر بروفا في مثلا في حوض المرصود. انا ساكن في حوض الفرج، فاركب 3 مواصلات عشان اوصل للمكان. الوالد طبعا لا كان فيه موبايلات ولا كان بس هو ايه، مثلا المفروض ان انا ابقى في البيت الساعه 10 بالليل 11 بالليل، فاخرج من الساعه 10 الصبح عشان حلم ان انا ابقى ممثل. المرايه دي ياما خدت مني المرايه دي كانت الصديقه، لان انا بعمل كل الكاركترات. بعمل برضه في الطفوله دايما يقول لك ايه، تقليد الاصوات هو بدايه الطريق. يعني انا كان بيستهويني جدا اصوات البياعين. يعني انا ما بعديش صوت البياع، انا ساكن طبعا في حي شعبي فطبعا فطول النهار والليل بيعدي عليكي بقى الروبيكيا واللي بيبيع بصل واللي بيبيع تين واللي بيبيع فول والاصوات دي الصخب ده انا كنت بقلده. كنت بجيد ازاي انقل بين تون لتون. ده طريق، ده اول طريق في اعداد الممثل، في حرفيه الممثل. التحكم في الغضب، تعبري بصوتك بغضب، في سعاده فتضحكي. اللعب بالصوت ده كان اول طريقي في مهنه التمثيل، اللي حببني في مهنه التمثيل. اكيد اكيد. هايل. هرجع حضرتك تاني. حضرتك كنت بتتكلم عن الشخصيات اللي دعمتك وقفت جنبك. طبعا واضح حضرتك تقول طبعا، بس واضح من الاول انه اكيد الاب والام دعموك جامد. طبعا. انا يمكن الوالد شويه كان رجل متحفظ، يعني كان عنده احساس انك يعني يقول لك ايه، خد شهادتك وبعدين التمثيل ده هوايه ما هياش مهنه. لا مهنه، بس هو يعني كان انا يعني انا هقطع بس انسرت كده وارجع تاني. والدي هو اللي كان بيقول لي دايما خد شهادتك. اول مسلسل ما كان قبل دور الشركه، كان صباح الورد. بابا كان بيمشي في الشارع، يمشي للناس مثلا، يبقى المسلسل بيتعرض على القهوه، يقول لهم ده ابني. يا حبيبي فرحان بيك. ده ابني. فانا من اللحظه دي رحمه الله عليه انا كنت قلت انا نجحت. والنجاح هنا مش نجاح
مش نجاح ان طبعا فخر ان ابويا فرحان بيا طبعا، ده يعني يعني ده زي ما بقول لمس ايديه فخر ليا، مش مجرد انه يقول بس ان انا ممثل، لكن احساس انك انت وصلتي لابوكي اللي كان شايف انك انت ممكن تبقي يعني انت مهندس، تبقى الاب تحديدا يعني، فاني يقول لك ده ابني وفرحان وفخور، دي كانت يمكن كانت اكبر نصر في حياتي، اكبر لحظه نصر في حياتي، او فخور، او انا حسيت اني متفوق ان ابويا شاور عليا، ابويا شاور عليا، ان ابويا ده اهم شخص بالنسبه لي يعني. اكيد. امي بقى دي موضوع كبير، ان امي حنينه جدا، هيثمه يرودي الابناء، يعني انا عايز ايه اعمله، المهم انت مش حاجه غلط. فماما يعني رحمه الله عليها الوالده كانت يعني زي ما بيقولوا السند دائما يعني، بس السند لورا شويه، لكن هي معاك في اي حاجه عايزها، هي معاك يعني اعملها وهتشجعك. يعني انا فاكر في سنه تانية يمكن في تربيه موسيقيه، الطريق كده تحس كده ان انا ايه زهقت، وانا مش لحلم، انا متفوق في الكليه على فكره، يعني انا كنت مرشح ابقى معيد، بس مش ده، مش انا يعني مش انا اللي انا عايزه، مش الوظيفه لا بالظبط. فكانت في تانية تقول لي ايه يلا خلص عشان تخش المعهد، يلا خلص هانت، يعني عارفه القوه الدافعه للامام. الام برضو يمكن امي اتوفت يمكن 2003 بدري قوي، يمكن انا كنت ابتديت اشتغل بس مش قوي يعني، مش معروف بس امي كانت بتعمل ندوات بقى وقعدات على ان تقعد تحكي ايهاب لما كان صغير، يعني تحكي ذكريات ايهاب، ده ايهاب كان بيعمل ده، ابنك هيبقى، لان انا بقيت انا النموذج يعني لان انا يمكن انا من عيله زي بقول لحضرتك ايه، دكاتره ومهندسين متفوقين علميا جدا ودراسيا جدا جدا، واخواتي البنات يعني اقل حاجه بتتجاب تسعينات يعني في تفوق رهيب، وحضرتك كمان متفوق جدا بالنسبه لهم، انا مش دكتوره مش يعني الستايل ده يعني فانا فنان، فهي كانت دايما هي لان هي ست دارسه فلسفه وعلم نفس قوي جدا، قلت لهم نجح في حتته وبقى انجح من مش عارف مين، بقى انجح من مين، بالعكس انا الداعم الاول كان الاب والام. تكلمي بقى على الفنانين، انا هقول لك على حاجه غريبه جدا يعني، اتفضل. يمكن اول مره اقولها. كويس. انا لحقت مدام زوزو نبيل الله يرحمها، الله يرحمها، يمكن قبل وفاتها بشهرين 3 4 شهور، كنا بنعمل مسلسل اسمه عظمه يا ست، وكانت هي جدتي، فمدام زوزو نبيل كانت المسلسل مدام علي زايد بطله، وكان الله يرحمها الله يرحمه استاذ كريم ضياء الدين، فكانت مدام زوزو نبيل بتكتب الدور في ورقه وقلم، ودي بالنسبه للجيل اللي قبلي كمان غريبه، ففجاه بتقول يلا يا هوبه، بتقول لي تعالى يلا يا هوبه نقول المشهد، فانا رحت مطلع النوته، قالت لي ايه ده انت بتكتب الدور في النوته؟ قلت لها قالت لي ليه في حد في عيلتك ممثل؟ قلت لها لا. قالت لي شرفك، قلت لها انا بحب كده، كنت بكتب طبعا مع الاحتراف الدنيا خدت شكل تاني مع ظروف اللي احنا بنعيشها في الشغلانه يعني، فقالت لي طب تعالى اقول لك بقى انت هتبقى ممثل مهم جدا. فقلت لها ليه يا ماما زوزو؟ قالت لي والله هتبقى ممثل مهم جدا، لان اللي بيخلص في شغلته بيفهم ان يعني ايه احفظ، ويعني ايه اعرف كيوي، وعارف الممثل اللي قدامي واحس الكلام، انت بتقعد تمثل قدام المرايه كمان. قلت لها قالت لي انت هتبقى حاجه كبيره جدا، وراحت حكت لي على موقفين 2 زملاء اساتذه يعني، قالت لي في طريقين انت اختار ده واختار ده، وحكت لي الاثنين زملاء والاثنين معروفين، بس ده ستايل وده ستايل، انت اختار. وفي الاخر بعد ما خلصت القعده الطويله دي قالت لي انت هتبقى حاجه كبيره جدا. طب ممكن نعرف ايه الستايلين؟ لا عشان هم لا مش عايزين نعرف اسماء، واحد بس ايه ستايل التمثيل ده وايه ستايل التمثيل ده، عشان واحد كان الاثنين ممثلين عباقرة، واحد اجتهد جدا في شغله وبس، وفي واحد خدوا الشغل والصخب والسهر و فرجع لورا. انا افتكرت في طريقه المذاكره او الاعداد للشغل. لا اوكي، في طريقه ستايل اختيار الدور يعني تمام. او اختيار الحياه اللي هعيشها. وده نجم كبير جدا وده نجم كبير جدا، بس ده مش قالت لي اختار. قعدت 2 3 اللي هي عاشتهم يعني. كان اي مخرج يقول لي انت ايهاب فهمي خلاص
اروح مش عارف ايه. انا طبعا في الاول عشان اقول برضو كانت الطريقه بتاعتنا مختلفه، ما كانش في سوشيال ميديا، ما كانش في ريلز، ما كانش في حاجات بتتسجل ليكي بتقولي كل ارشيفك يعني زي ما بيقولوا. كنا بنروح بنقابل اي مخرج يخش عليه يقول لي انا ماما زوزو نبيل كلمتني عنك. الحقيقه قعدت شهرين 3 باكينج، يمكن حتى توفاها الله. قلت يمكن لو كانت عايشه في الفتره دي كانت ماشيه بتتكلم عني مثلا كاني خلوا بالكم الواد ده ممثل مهم، الواد ده كويس قوي، الواد ده خدوه. الله يرحمها. يعني دي كانت اول واحده من الجيل العظيم كانت واقفه في ظهري. وطبعا بعدها كتير جدا يعني بعد ناس كتيره جدا يعني تتذكر مين يا استاذ ايهاب تاني يعني علامات ما بتنساهمش كان ليهم دور برضو في مشوارك كبير؟ بصي انا بقول يعني يمكن جبت مدام زوزو لان مدام زوزو اول واحد، برضو مدام هدى سلطان. مدام هدى سلطان عملنا مع بعض للثروه حسابات اخرى. مدام هدى سلطان برضو سنه او سنه وشويه يعني قبل الوفاه كانت صديقه برضو عظيمه جدا، ام ليا، وكانت برضو ما اروحش في اي مكان الا الاقي كلام. لكن انا عند حضرتك اقول لحضرتك اي حد انا اشتغلت معاه اتعلمت منه وكان باكينج ليه. كل الساده المخرجين اللي اشتغلت معاهم، كل الساده الزملاء اللي اشتغلت معاهم، انا بقول لك ما بحبش يعني كتير. انا مثلا في الزيزينيا في الزيزينيا بدايتنا كنت انا وماجد الكدواني مجموعه كبيره يعني جدا، احمد السقا ومنى زكي كلكم. برافو عليك انت فكريني يعني الزيزينيا دي يعني فانا لما تخشي بلاتو فتلاقي استاذ قدامك استاذ نبيل الحلفاوي، قدامك الدكتور يحيى الفخراني اطال الله في عمره، استاذ محمود الجندي الله يرحمه، استاذ سيد عزمي، استاذ جميل راتب الله يرحمه، ماجدة الخطيب الله يرحمها، هلا صدقي الجميله يا نهار ابيض، حتى سماح انور. تمام. انا كنت داخل في زحمه طبعا، الفضل لله اولا ثم للعظيم ربنا يديله الصحه والعافيه واستاذ جمال عبد الحميد. ما تخشي بقى تلاقي الناس دي كلها وكل واحد بيقول عليك كلمه. الحمد لله كنا احنا مجتهدين جدا يعني. انا المشهد قبل ما اخرج من بيتنا سمعه اكتر من 100 مره واقول قدام المرايه 200 مره واجتهاد. يعني انا عايز اقول لحضرتك ببقى مستغرب لما يجي مثلا واحد النهارده مثلا يقول لي ايه انا تمام انت تمام، فانا ازعل منه جدا. يبقى شاب صغير ويعمل ستوب. تعمل ستوب ليه؟ في ستوب خوف ده ما عنديش مشكله، لكن ستوب مش حافظ بتضايق منه جدا. لان احنا اتعلمنا كده، الحفظ هو الاساس. في مدرسه اسمها سيب نفسك، يعني ان انا ابقى واخد الاوتلاين ايوه والمخرج يبدع، المخرج يحط لك تاتشاته يعني زي الاستاذ محمد سامي مدرسته عظيمه بيسيب نفسك وهيطلع هو حته ممكن ابقى مش شايفها في نفسي، لان ساعات الحفظ القوي بيدخلك في قولبه يعني. لكن لا انا في زيزينيا انا بقول لحضرتك انا مش عارف اقول ايه. انا فاكر مثلا مشاهد الحاره دي ايه كميه النجوم اللي جوه الشوت يخضوا وزي ما انت بتقولي يعني اذا كنت انا ومنى واحمد وبتاع كنا جيل صغير لسه وجداد والله يرحمه خالد جمال يعني انت بتتفرجي على اساتذه تفضلي بصلهم كده ومشغلين. فلا طبعا اي حد انا اشتغلت معاه اثر فيا، اتعلمت منه، وطبعا كان داعم ليا يعني. انا الحمد لله كل اللي اشتغلت معاهم مثلا زي الاستاذ عزت العلايلي. الاستاذ عزت العلايلي انا اشتغلت معاه ممثلا برضه من الحاجات الاولانيه كانت اخراج المخرج الراحل الاستاذ عبد الله الشيخ. كان هو ابويا، كان مدام خيريه احمد امي، وده كان اول مشهد. الاستاذ عبد الله الشيخ كان عنده تكنيك كده ياخد المشهد وان شوت ف6 صفحات، عيل صغير واقف قدام عزت العلايلي وبيعمل مشهد 6 صفحات. فاستاذ عزت قال لي بص بقول لك ايه، كل ستوب كان ساعتها بقى 5 جنيه ب5 جنيه هيدفعك كل غلطه دفعته انت في الاخر. لا الحمد لله هو سقف لي الله قال لي يا ابن الذين. جه الاستاذ عبد الله كان عايز يعمل حاجه، قال له هم ده ياخد فلوس زياده 6 صفحات برافو. فاتت الزمن واشتغلنا مع بعض حاجات كتيره جدا. جيت انا كنا هنعرض المسرحيه بتاعت استاذ عصام السيد اهلا يا بكوات. اهلا يا بكوات طبعا. جينا هنعيد ريبرتوار
الاستاذ عزت، الاستاذ انا حمدي بقى كمدير، تخيلي القعده النهارده مع الاستاذ عزت العلايلي. حضرتك كمدير للمسرح القومي، واستاذ طبعا حسين فهمي، الاستاذ عزت العلايلي، هم ابطال اهم المسرح طبعا. فبنعمل الريبرتوار للعروض المسرحيه. شفتها 3 مرات اصلا. ما انا شفتها كتير على جدا المسرح طبعا. على المسرح انا شفتها طبعا. تخيلي بقى انك اللحظه يعني روعه، الاحساس الدراما اللي بقوله لك صعب. فالمهم هو ساب الدنيا كلها، فانا قاعد بقى في المكتب، وبعدين بقول له استاذ عزت انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اقول ايه. الله يرحمه، هو يمكن توفاه الله، كان بدا بروفات وتوفاه الله يعني. قال لي في ايه؟ والله العظيم قال لي ايهاب انا بشتغل بمزاج، اعمل اللي تعملوه. فاكر يا ايهاب؟ ما قالش ايهاب، فاكر يا ولا لما انت عملت المشهد هو اللي فكرني. فقلت له استاذ عزت طبعا انا اقول لحضرتك، انا اقول لك على حاجه لحظه اول مره اقولها لك، رغم ان اشتغلنا مع بعض كتير جدا وانا عمري ما قلتها لك، هقولها لك النهارده بقى. فقال لي هتقولها لي بقى كمدير وانا اقول لك يا ايهاب بيه واستاذ؟ قلت له لا، هقولها لك احساسي. انا احساسي انا فاكر كويس جدا ان انا عيطت، لان انا يعني ايه 6 صفحات، انا ممثل مسرح بيعمل مونولوجات بس 6 صفحات، وفي بقى استاذ عبد الله الشيخ بيقول لك 1 شوت كاميرات، يعني انت ابويا وانت مش عارف ايه وانت ايه، كل ده بتقطعي مع نفسك والكاميرات شغاله بقى. كان زمان المكن الكبير قوي ده بقى ويقطع تمام، والغلطه فوره يعني هتغلطي فوره تمام. ف قلت له انا حسيت ان انا عظيم، يعني ان عزت العلايلي يقول لي كده. ف في جمله حلوه يعني انا عايز اقولها لك، ان ممكن الانسان عشان كده دايما الكبير لازم يخلي باله من كلامه. يعني انا عشان انا كبير، لما كنا كبير فنا ومقاما، ما ينفعش مثلا اقول لشاب صغير ايه اللي انت بتعمله ده، انت عظيم. الجمله دي هفضل فاكرها طبعا، وهتشجعه، ولو انا كسرته هيفضل فاكر كسرته طبعا. فاستاذ عزت الله يرحمه، من طبعا استاذ حسين فهمي طبعا، يعني الله يديله الصحه والعمر، من الناس العظيمه اللي انا بكن لهم كل احترام الله يرحمه، يعني من الناس اللي وقفت جنبنا كتير يعني. بالحديث بقى عن الشغل بقى، يعني انا برضو يعني بس بنط الحته دي، بس عايزه اسالك من حضرتك ذكرت كمدير للمسرح القومي، ومع كل الموهبه دي والشغل والتمثيل هو يعني فضلت محافظ ان هي دي هدفك الاول والاساسي. عملك النقابي وعملك الوظيفي ما أثرش على التمثيل وعلى الأدوار وإزاي بتعمل التوازن ده يا أستاذ إيهاب؟ لا ما أثرش، بالعكس. الفنان عبارة عن مجموعة من الخبرات ومجموعة من الأحداث. يعني أنا لازم أتفرج على أي حاجة، أتفرج على ماتش كورة، أتفرج على حديث سياسي، اتفرج على حديث فني، اتفرج اكيد. بس العمل النقابي او العمل الوظيفي او العمل الاداري ما بيعطلش الفنان بقى المبدع لا بصي، انا الحمد لله انا لا ما عطلنيش، بالعكس. العمل النقابي انت بتاخدي عنه يعني فرحه، شعرت الناس دي فرحه كبيره أكيد جدا، اكيد جدا. وطبعا احنا بنشتغل تحت قياده نقيب مدرسه، يعني بنتعلم منه. هو الحقيقه راجل، انا من 2015 في النقابه، اتعلمت منه كتير، اتعلمت منه العمل النقابي بشكل مختلف خالص. دكتور اشرف زكي طبعا احنا دكتور اشرف زكي يعني كلنا يعني بنتعلم منه. يمكن انا من العمل النقابي، هو انا ما بعرفش اشتغل حاجه بفشل فيها، صدقيني. لما بحس ان انا أكيد بفشل بنسحب. بس هو انسحابي من العمل الاداري ما كانش، يمكن انا قدمت اعتذار لسياده الوزير، مش فشل خالص. هو لقيت بقى الحكايه ان في، انا بحب دايما ابقى في جديد. لقيت الدنيا خلاص هنثبت بقى، لا انا تمام، في رتابه انا تمام كده. انا اكتفيت بهذه الفتره والحمد لله. انا يعني انا اهم نقطه في حياتي انا دايما بقول عليها، ويمكن جت الفرصه اشكر العظيمه الجميله دكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه المصريه، هي الحقيقه اللي دخلتني في العمل الاداري. كنت انا بعرض عرض اسمه حوش بديع، الحمد لله. انا زي ما بقول لهم انا جيت اتيت العمل الاداري وانا على خشبه المسرح. كنت بعرض مسرحيه اسمها حوش بديع على المسرح الكوميدي، ولقيت دكتوره ايناس بجمالها الفني، فنانه جميله جدا طبعا، بتاخد معايا صوره، بتقول لي ناخد صوره المدير بقى
فانا بصيت مدير، يعني انا هي فنانه وست مصريه جدعه قوي يعني طبعا يعني طبعا نقول بقى 30,000 قوي، يعني ناس ست مصريه جدعه يعني، ومحبه لشغلها جدا. فانا خدت الصوره، فانا مش فاهم ايه مدير، لقيت الموضوع قلب بجد. فهي الحقيقه كانت اول منصب انا خدت مدير فرقه المسرح الكوميدي، ثم مدير فرقه المسرح القومي. امتع سنوات عمري اعتقد، دول يعني المناصب المهمه جدا في حياتي. ومفيش امتع من انك تمسكي مسرح. كانت سيده المسرح العربي هي مديرته، وكان الاستاذ محمود ياسين هو مديره رحمه الله عليه، استاذ جلال الشرقاوي، استاذ سعد اردش، اسماء مخيفه يعني. ده شرف ما بعده شرف يعني. لكن ما فيش حاجه عطلتني، وما فيش حاجه تعطلني كفنان، لان انا حياتي الفن، يعني حياتي الفن. ما اعرفش اكون غير فنان، يعني انا باكل وبشرب فن. يمكن لما بقعد في ساعات مثلا بنرفض اعمال او بنرفض انه مثلا مش هشتغل، فبيحصل فتره كده توقف. لا طبعا الفنان لازم على طول بيشتغل. ما اقدرش اقعد من غير تصوير، ما اقدرش اشوف كاميرات، ما اقدرش مسرح، لازم اشتغل على طول. انا هنرجع تاني للتمثيل معلش، بس انا بما اننا اتكلمنا عن دكتور اشرف زكي وعن النقابه، وصل لفين موضوع الاعتذار بتاع دكتور اشرف زكي؟ وانا شفت ان حضرتك كنت معترض جدا وبشكل ورسمي جدا بان هو عن باعتذاره. ايه سبب اعتذاره؟ والله يعني انا ما اعرفش، يعني ليه اسبابه الخاصه، ولكن دكتور اشرف هو مستمر معانا. يمكن كانت هو لازم نقول ان دكتور اشرف بيجهد جدا، بيجهد على المستوى العقلي والفني والنفسي، وبيحب الحاجه. يعني هو لا يقبل ب9.5، هو يقبل ب10 فلو جات له 9 بيبقى متضايق. هو دايما بيحب يبقى ناجح، ما بيحبش الفشل. عنده دايما شعار كده يقول لك انا ما بحبش الفشل. ما يخشش مكان الا لما لازم ينجح فيه. فهو انا ما اعرفش السبب، لكن احنا رفضنا، ورفضنا ده اصرينا كمجلس ان احنا لا نقبل. هو موجود معانا طبعا، وانا دايما اقول دكتور اشرف زكي اطال الله في عمره، هو نقيب تاريخي، نقيب بالمعنى البلدي البسيط، شاطر جدا جدا، بيحب شغله، بيحب ولاد المهنه جدا. اشرف زكي هو اول حاجه في اول اي حاجه. صح. يعني حد مريض هو اول واحد بيزوره، لا قدر الله حد توفاه الله هو اول واحد موجود. مناسبه هو اول واحد. اشرف زكي انت ما تعرفيش، ربنا يديله الصحه والعمر، انت نمت امتى؟ يعني العمر يديله العمر الطويل يا رب، ويبارك في عمره يا رب. انت بتنام امتى؟ هو بيبقى انا بشوف ان نوع من انواع الايه، ضغطنا قوي عليه، فبياخد ايه بريك. لكن هو من الاخر هو بيتنفس نقابه حقيقي، بيتنفس اعضاء النقابه، بيحب زمايله جدا. هو جميل، بس رجع عن قراره بقى. طبعا موجود. طب الحمد طبعا لله موجود معانا وهيفضل معانا ان شاء الله، وربنا يطول في عمره يا رب. ربنا يبارك فيه ويبارك فيكم كمان. الله يكرمك. يعني طبعا استاذ ايهاب، عايزه اعرف، يعني حضرتك عملت ادوار متنوعه جدا، عملت كل الادوار، في ادوار لسه ما عملتهاش او نفسك تعمله؟ الممثل لما يقول كلمه انا ما عنديش دور يبقى انتهى. يعني انا طول ما انا نفس لحد ما نلقى الله. طبعا عندي ادوار كتيره جدا ما عملتهاش، عندي تجسيد لشخصيات مهمه في تاريخ مصر نفسي اجسدها. عندي زي مين؟ كتير. يعني انا دايما اقول انا من ضمن احلامي بليغ حمدي. الله، ده يبقى تحفه. انا جسدته في المسرح. طبعا. في سيرة الحب، مسرحيه يمكن قعدت 2 على خشبه المسرح. امنيه حياتي ان انا اعمله، لانه دايما بقول استاذ بليغ حمدي مش مجرد موسيقار، لا عبقري، متحدث رسمي باسم جيل، هو يتحدث بالنغم عن ما كان يدور في وجدان هذا الشعب. يعني امنيه من امنياتي، لانه مليان احداث. اللي هو عمر سليمان، شخصيه مصريه عظيمه جدا طبعا. اتمنى طبعا تجسيده طبعا. بتمنى تجسيد. هقول لك حاجه عجيبه جدا ويمكن برضو مش، يعني يمكن الشكل بعيد عنه، بس هو من جمال الشخصيه اتمنى تجسيدها محمود محمود. لا طبعا دكتور مصطفى محمود، لانه اثر في مصر جدا، ورحله مشواره الفلسفي
تدرس لينا بقى كلنا كأجيال جاية وبعدينا طول العمر. كل من ساهم في مصر، جندي، مقاتل، محارب، عامل، كل اللي بيحب البلد دي، لو أطول أو نقدر نعمل شخصية يعني أنا كنت عاملها في المسرح بس الوقت ما أسعفنيش. كنت بعمل حاجة اسمها سلسلة مسرح السيرة. كل شهر بنقدم شخصية أثرت في تاريخ المسرح. الله. اي حد بقى يعني بتتكلمي عن علماء، بتتكلمي عن فنانين، بتتكلمي عن مهندسين، بتتكلمي عن كل من اثر في تاريخ مصر. لانك دايما الناس كل جيل محتاج يعرف اللي قبله. يعني انا دايما بعمل ده مع ابني. يعني انا ابني الحمد لله مثلا يعرف مين الموسيقار عبد الوهاب، يعرف هو عمره ما تمش 14 سنه، عبد الحليم حافظ. لازم انك تقولي النماذج، لان ده اللي بيعمل الشخصيه المصريه. كل ما الهويه المصريه حد يحاول، لا ده انا حقيقي يمكن هو شايف الاب في البيت بيشوف الحاجات دي وبيسمع الحاجات دي فطالع كده. بس انا برضو دلوقتي حضرتك بتتكلم تقول اسماء مسرحيات واعمال ومهرجانات وعروض كتير جدا. احنا عندنا فكره انه مفيش مسرح. ازاي؟ لا يعني معلش، هل مفيش دعايه؟ بشكل ما في حاجه عندنا خلل. في خلل ايه؟ صح. هو في خلل مال عندنا في الدعايه طبعا. وده سببه عشان نتكلم بصراحه قد تكون في تكلفه شديده جدا. خلي بالك انا ضد ان كل حاجه حملها للدوله. يعني دايما نقول مسرح الدوله. حضرتك الحاجات اللي ذكرتها دي كلها مسارح دوله وصح. ايوه. وتذاكرها يعني بجد رمزيه رخيصه جدا جدا جدا. بس طب يعني والناس بيبقى عليها اقبال كبير جدا. يعني الحاجات اللي انا رحتها وسمعت عنها وحرصت ان انا اروحها كان اقبال رهيب. كنا ساعات نروح ما نلاقيش تذكره كمان. انا دايما مؤمن بحكايه طبعا بالنجم. يعني لما اقول حاجه فيها مثلا دكتور يحيى الفخراني طوابير، لان ده يحيى الفخراني خلاص. بس حقيقي بس في حاجات يعني ممثلين احنا مش عارف بشوفهم لاول مره او شفتهم في التلفزيون في بعض اعمال صغيره وبقى افاجئ بيهم على مسرح الدوله طبعا. حاجه عظيمه وتشرف وجيل جديد. ما هو ده المهرجان مثلا هنقدمه احنا مهرجان النقابه. انا بقول لحضرتك اتحدى، انا عندي احنا عندنا 1000 ممثل بيشتغل في خلال 10 ايام. تتفرجي على 1000 ممثل عشان نكون صادقين وما نافورش قوي. انا قدام 400 موهبه على الاقل تكسر مصر. 400 نجم مش 400 مش من ممثل. 1400 من 1000 ده هي يعني لكن هي القضيه ايه؟ احنا طبعا عندنا خلل في الدعايه لانها مكلفه جدا، وده لاسباب كثيره جدا. يمكن السوشيال ميديا لما حتى ما بعمل على الفيسبوك او بعمل على اي حاجه او ريلز ماشي، بس برضو الدعايه او دورز دي عشان تعمليها مكلفه جدا يعني طبعا. لكن في النهايه انا قدمت مسرحيه في القومي اسمها الوصيه. فكره الوصيه دي بتقوم على فكره عظيمه جدا وكنت شفتها من سياده الرئيس. كان سياده الرئيس في احدى الندوات التثقيفيه بيعملوا فيلم تسجيلي عن شهداء القوات المسلحه وكانت على الهوا يعني حتى. فانا شفت الموضوع ده بكيت. ليه بكيت؟ عسكري ضابط مجند توفاه الله، استشهد يعني. فلما قبل الشهاده اتنقل في المستشفى، فاللي اجرى جراحه دكتور ابوه، فقابل ربنا سبحانه وتعالى بين يد الله في ايد ابوه الدكتور. فسياده الرئيس جاب الدكتور وحضنه. انا اتجننت من القصه. ايه القصه دي دراما تمام. مشيت ورا الموضوع. انا كنت مدير المسرح القومي وتعاونت مع الساده في الشؤون المعنويه. الحقيقه يعني قدموا كل اشكال التعاون الغير طبيعيه يعني والغير عاديه وكانوا فخورين جدا. ودي كانت اول مره في تاريخ المسرح من سنه 73 يعني من بعد الحرب. يمكن ما حصلتش غير مره او اتنين. اول مره يحدث تعاون بين المسرح الدوله ودار الشؤون المعنويه. وعملنا مسرحيه اسمها الوصيه. انت بتتكلمي على دراما. انا فاكر المسرح طوابير ما عندناش. كنا بنعمل دعايه خفيفه جدا، بانر خفيف جدا، سوشيال ميديا. نجحنا نجاح عظيم جدا. كانت اخراج الحبيب خالد جلال وكان بيدو عادل كان هو اللي بيمثل المجند، وكان محمود حافظ وكانت مي فاروق بتغني. وعملنا كده توليفه حلوه
انا اعتقد روعة ان يعني احنا قعدنا الأسماء 55 دي ليله، لوحدها. يمكن ظروف الساده الممثلين تصوير 55 ليله. مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني، كسرنا الدنيا، بس للاسف ما تصورناش. يا خبر، طب ما ينفعش تعيدوها تاني وتصوروها؟ يعيدوها بقى. يعني انا اتمنى طبعا انها تتعاد، لكن دي من خسارة يعني لو عمل ما تصورتش دي لاسباب بقى اصلا لازم ويحمل رسالة جميلة. انا مش عارف اقول لك. انا احمد انا فاكر كان احمد مثلا عمره 8 سنين، ابني 9 سنين، عياط شديد في نهايه العرض ويعمل كده. فانا بقول له احمد حبيبي انت فاهم يعني، عايزه وصلت رساله لطفل عمره 8 سنين ان اب ابنه كان الاستاذ احمد فؤاد سليم طبعا، ربنا يطول في عمره، مدام سميره عبد العزيز. لا كان كاست مخيف يعني. استاذ احمد فؤاد سليم كان بيقول اغنيه، كان بيقول مونولوج، ومي فاروق بتخش تقول اغنيه رهيبه جدا، بكاء شديد جدا على الاغنيه. العمل الفني والله بيأثر في الناس اكتر من اي حاجه طبعا، ورساله ساميه جدا. واحنا القوى الناعمه يجب ان نعلم جميعا سلاح قوي جدا جدا, جداً, جداً. لا هتشوفي ارهاب ولا هتشوفي ضياع ثقافي. لا وهي دي قوه مصر الناعمه. انتوا يعني نتمنى طبعا ان الدنيا حل يعني بند الدعايه ده مش عارف حله ايه يعني، انا مش بايدي طبعا الامر، ولكن له حلول. بس عمل عظيم زي ده يعني بنادي من هنا انه يتعاد تاني، وانه ويتم تصويره ويتعرض في التلفزيون. انا اتمنى ان الوصيه ده تحديدا يعني، انا بقول لك انا دايما بقول من اجمل الحاجات اللي عملتها في حياتي طبعا كان بدعم كل الوزاره، كان الدكتوره ايناس عبد الدايم في الوزيره في الوقت ده، كان دعم كبير جدا واداره الشؤون المعنويه يعني قدمت لنا كل التسهيلات. لكن انا بقول لحضرتك المعمل ده في طريقه بسيطه، الشاشات في شاشات كتيره جدا في الشوارع، مطلوب فلاشه صغيره جدا ويتم تعاون انا ما اعرفش شكله ازاي، ان الفلاشه دي تتحط جوه الشاشه، هنتفرج كل يوم على ان تعالى على مسرح كذا، والله في مواهب عظيمه جدا وفي عروض جميله جدا اكيد جدا، هنتفرج على حاجات رائعه جدا. انا مش بقول نحمل الدوله، انا ضد ان الدوله تتحمل، لان الدوله عندها طبعًا الكثير طبعا. احنا باقل المجهودات قد نصل ان احنا نعمل حاجات مهمه جدا. استاذ ايهاب، حضرتك بالتحدث عن النجوم والمواهب الكتير قوي العظيمه اللي حضرتك ذكرت اسمائها دلوقتي، واكيد في طبعا مخرجين ومؤلفين طبعا. اكتر تجربه، طبعا كل التجارب اكيد الواحد بيستفيد منها، بس اكتر تجربه اثرت فيك وتعلمت منها كانت ايه؟ او تجارب مش عايزه احصرك في حاجه واحده، اكيد كله، بس يعني الحاجات الاكثر تاثيرا. يعني انا هجيب لك من الاخر للاول. تمام. طبعا ايشش اثرت فيها جدا. يعني هذا السن وهذا العمر اتعلمت حاجات كتيره كنت ما اعرفهاش، او يعني ما كنتش بعملها عملتها. تجربه مهمه جدا بالنسبه لي كممثل، من اخراجا وتاليفا، واستاذ محمد سامي وكل الزملاء، من مي عمر النجمه بطله العمل، لكل الزملاء، ماجد المصري، كل الناس يعني. ارجع لورا، اثرت فيا جدا طبعا تجربه زيزينيا الاستاذ جمال عبد الحميد، اثرت فيا جدا تجربه بنت من شبرا مع الاستاذ جمال عبد الحميد، اثرت فيها تجربه ريا وسكينه مع الاستاذ جمال عبد الحميد، اثرت فيها تجربه الضوء الشارد الاستاذ مجدي ابو عميره، الدواعي امنيه الاستاذ محمد فاضل، 604 نقله في تاريخي كممثل، ان انا انتقلت من اللطيف اللي شكله حلو للشيطان. يعني دايما اقول الشيطان اللي اتجسد مثلا 6-7 مرات على مستوى الفيديو او السينما، لما انت تتحطي في مقارنه مع الاسماء العظيمه دي، يعني يمكن احنا بلغه العصر هي موجوده على اليوتيوب، لما تجد ان اللي بيتفرج عليها وصلوا اكتر من 7-8 مليون بيتفرجوا على هذا العمل ده، حاجه عظيمه. لا انا عندي تجارب كتيره جدا، انا اقعد سنين عشان اقول لك. انا كل حاجه بخش اصورها بتعلم منها، بتعلم من الزملاء، بتعلم من المخرج، بتعلم انتاجيا، بتعلم من كل حد. بتاثر فيا. انا بفضل شويه بعد انتهاء اي عمل، بفضل الاب الروحي
عشان ما ننساهاش. طبعا تجربه مهمه جدا في حياتي، نقله كبيره جدا في حياتي. برغم القانون كنت لسه اول مره انا فاكر ان في نقاد كتير يعني قالوا لي برافو عليك انك اتجرأت، نقلت شكلك برغم القانون. نقله طبعا بالنسبه لي كبيره جدا. انت برعت جدا في ادوار الشر على فكره. انا شرير جدا جدا يعني في الشر بجد يعني بنحبك في الشر الحمد لله قوي يعني. ده بس الشر مساحه، الشر مساحه ابداع. مساحه يعني ابداع طبعا. انا لسه كنت بقول على حد بيقول لي كوميدي، انت ما عملتش كوميدي؟ قلت لهم ازاي؟ ده جمال الشر انك تقولي الافيه الكوميدي وتضحكي من خلال الشر. اكبر حاجه صعبه. هو دورك في برغم القانون كان كده فعلا، كان كده وفاشش يعني فاشش. انا يعني المونولوج الشهير اللي بيني وبين هالة صدقي ده يتدرس يعني. طبعًا. الحمد لله طبعا يعني يتدرس من هالة مش مني. ايوه طبعا. ومخرج عظيم زي محمد سامي طبعا. طبعا. انا طبعا مش عارفه هسألك تاني لحظه نجاح وفخر. حضرتك اتكلمت عن لما والدك اعترف بيك كممثل وفرح بيك، في لحظه تانية حسيت فيها بفخر وبنجاح؟ لحظات كتيره، بس هو زي والدي طبعا. لحظه ان الطفل ابني، يعني طفل يقول لك ده بابا. دي لحظه من لحظات الفخر طبعا. يعني يفخر بانك إن هو يقول زمايله ده ابويا. يعني اللحظه طبعا مهمه جدا جدا يعني. ما بيحسسني بالفخر وبيحسسني ان انا انجزت يعني. ده انجاز رهيب يعني. دايما ايه يقول لك الجيل بيسلم جيل يعني. صح طبعا. ده من اللحظات العظيمه جدا بالنسبه لي يعني. طب ولو قلت لك لحظه احباط؟ بصي انا يعني ما فيش فنان يقول لك انا ما بحبطش، ما تصدقيش. يعني هو بيجي لي احباط طبعا. بس العظمه انك تخرجي بسرعه. بيجي لي احباط طبعا. ايه اللي بيخرجك او مين اللي بيساعدك تخرج دلوقتي؟ مراتي. يعني هي باكينج رهيب يعني. هي دايما هي اكتر حد يعني. هي مثلا عندها مثلا لما بيحصل عطل عندي هي بتعطل، بس هي زي ما بقول لك ايه، بتبقى نفسها تعمل كل حاجه بس مش عارفه تعمل كل حاجه فبتسكت. لكن بتيجي بقى من فتره من الفترات تبقى عارفه اللي هو ايه، رغم ان اصغر في السن لكن هي بتبقى فيلسوفه يعني. تقعد تقول لك بكره تديني نماذج. انا بحب ده فيها جدا يعني. يمكن انا كتير ببقى عارفه الفنان بيبقى دايما بيحب الجديد. الفنان لما بيخرج من تجربه عايز ينجح اكتر، ولما بينجح عايز ينجح اكتر. ما عندوش سقف زي ما بقول لك الى ان يلقى الله يعني. يعني انا استاذ رشوان توفيق ربنا يديله الصحه والعمر، احنا دايما بنتحدث يعني. استاذ رشوان توفيق دايما عنده تطلعات لادوار جديده. فاهماني؟ تديله الصحه والعمر يا رب. الفنان ادوار جديده جميله. فهي الحقيقه دايما تقول لي معلش بكره احسن وانت عملت كذا. ودايما تقول لي بقى فاكر لما انت تفكرك باللي انت عملتيه وتعبتي عشانه. فهي الحقيقه بتبقى باكينج دايما ليا. ربنا يحفظها. انا بالمناسبه دي بقى انا عايزه اسال سؤال. يعني عاده دايما الفنان يعني الصوره اللي احنا واخدينها عن الفنانين ان هو العازب اللي هو المودي اللي هو يعني عايز يبقى براحته، لكن في حالتك انت مختلفه. عندك يعني نموذج ما شاء الله للعيله وللاسره. ده بالنسبه لك بيمثل لك ايه؟ استقرار، امان، هدوء، ابداع، مساعده على زي ما تقول باكينج لتقويه والدفع لقدام اكتر. عالمي الخاص. عالمي الخاص ده مهم جدا يعني. انا تعدد الشخصيات بيعمل لك نوع من انواع الدوشه يعني. صخب، في دوشه، في زحمه. دائما تعودي لعالمك الخاص. عالمك الخاص ده بقى اللي هو مراتك، بيتك، عيالك، مزجتك، حياتك الروحانيه مع ربنا سبحانه وتعالى قبل اي شيء طبعا يعني. طبعا. كل ده انت بتعيشي يعني. دايما بتبعدي عن الناس شويه. زي انت قلتي جمله حلوه قوي ان يحب يبقى مودي. طب ما هو انا المود ده في حياتي الخاصه يعني. في الحياه الخاصه اللي بعيشها انا بعيش بطبيعتي الموديه يعني. انا يمكن ما بحبش الزحمه، ما بحبش الظهور كتير، ما بحبش الدوشه، لكن دي المساحات او المناطق اللي بتتوفر في الحياه الخاصه.
بتاعتي انا، اللي انا ببقى بعيد عن الدوشه. يمكن انا عايز اقول لك مثلا ابقى بحر، ابقى في مكان فيه بحر، في مكان انا ممكن ساعات ان انا ابقى قاعد قدام البحر ولوحدي في بيتي مع مراتي مع ابني مع يعني الدنيا تبقى كده ان انا قاعد لوحدي. مش لازم ابقى في وسط ناس، وما بحبش تصوير كتير مثلا. عايز اقول لك ان الناس دايما بتقول لك انا مش مثلا ببعد، انا دايما احب كده ابقى لوحدي شويه. تمام. استاذ ايهاب، طيب احنا عرفنا طبعا دلوقتي انك انت كمان دارس موسيقى، فبعيد عن التمثيل والموسيقى ايه هواياتك التانية؟ اكيد عندك هوايات تانية. الجيم، بحب الرياضه جدا جدا جدا. يوميا بقى؟ يوميا. بالنسبه اليوم في حياه ايهاب فهمي بقى بيعمل فيه ايه؟ يعني انا الحمد لله، يعني لو انا نايم بصحى اصلي الفجر، وبعدين ممكن انام تاني واقوم بقى ابتدي اشوف الحياه السياسيه ولا بتابع الاحداث. لو عندي شغل بذاكر، اقعد اذاكر قبل التصوير، بنزل تصوير. لو مفيش الساعه 2 3 4 5 ليفل ده بكون في الجيم، وبقعد في الجيم من ساعه لساعه ونص. برجع اكل الى حد كبير صحي طبعا اكيد بعد الجيم بقى لازم. لا وانا سيمي فيجيتيريان، يعني ما بحبش اللحوم قوي. بقابل اصحابي، ممكن ابقى انا ساعات كتيره جدا اقرر ما اخرجش من البيت، بس في اليوم ده بيبقى انا بتابع كل حدث في العالم. اكيد بتتابع. انا بقى سياسي بس بقى اكيد طبعا بتتابع. انا عارفه حضرتك انك انت متابع سياسي قوي جدا ورياضي جامد جدا واهلاوي كبير جدا 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 جدا, جدا. ايه الاعمال الفنيه بقى والفنون، انواع الفنون اللي حضرتك بتتابعها؟ بحب مزيكا جدا، يعني يعني انا بحب الغنى جدا، احب اسمع مزيكا جدا. يعني عايز اقول لك من الحاجات اللي انا ما بعملهاش كتير بس بحب ان انا اعملها، احضر حفله لايف، يعني ده مهم جدا بالنسبه لي. بحب جدا، بحب كل ما هو فيه، بحب الباليه، بحب كل ما هو فيه مزيكا. يعني يمكن فن تشكيلي بحبه، وانا الاسره فيها يعني فيها فنانين تشكيليين، يعني ابن الجد، يعني الجد جدي الامي كان يعني عايز اقول لك من الناس اللي بتصمم الموبيليا. خالي رحمه الله عليه فنان تشكيلي مهم جدا اسمه الفنان محمد المدني. خالي الاخر يمكن مهندس معماري ودكتور في العماره، دكتور ابراهيم مدني، لكن بيحب الفن التشكيلي. بحب الفن التشكيلي، يمكن ماليش تجارب بس بحبه، يعني بحب ان انا اتفرج عليه متذوق جدا. طب علاقتك بالموسيقى ايه؟ هل بتعزف؟ بعزف، بس انا عشان ما اثر في حق نفسي بقالي كام سنه. اي آلة بقى؟ بلعب بيانو وعود. الله. ويمكن احمد خد مني الحكايه دلوقتي. احمد بيلعب بيانو، واحمد ما شاء الله ودنه حلو قوي، وبيبتدي يعني يتعايش مع فن البيانو. واللي عجبني فيه ان هو بيعيش مع نفسه، يعني يقول انا عملت كذا، انا طلعت الاغنيه دي، انا عملت الاغنيه دي. طبعا بحب المزيكا، انا بحب مزيكا، وبحب الشرقي قوي يعني. كل ما هو آلة شرقي. وبحب يعني انا من المستمتعين دايما حتى على الفيسبوك او على كل السوشيال ميديا بتلاقي سيطات انا بحب التواشيح جدا جدا. يعني انا مثلا شيخ محمد عمران، نقشبندي، طه الفشني، الناس دي انت تقعدي تكتبي عنها كتب، لانهم تخطوا المقامات في المزيكا الغير طبيعيه. يعني دايما نقول عليهم، انا دايما مثلا واحد زي يقول لك يا ساتر يا رب. والاصوات رهيبه. يعني دايما كان مدحت صالح يقول كده، يعني مدحت صالح اللي ساهم في تجربته الفنيه، عشان كده هو مختلف شويه جدا طبعا في احساسه، طبعا انه نشأ في الحته بتاعت الموشحات والانشاد الديني. ايوه. بيدي طبقات مختلفه شويه جدا جدا. طب ايه بقى مشاريعك الحاليه يا استاذ ايهاب؟ بتشتغل على ايه؟ مخططاتك ايه للفتره اللي جايه؟ والله انا عندي مشروع هيتعرض قريبا، يمكن في شهر 11، اسمه 2 قهوه. بعمل دور كده برضو مفاجاه. يعني هيتعرض على الشاشات العاديه ولا منصات؟ متحده ان شاء الله. ان شاء الله. عندي مشروعين في رمضان، يمكن انا ما اتفقتش عليهم، لكن ان شاء الله نتفق في خلال الايام القادمه.
هم متاخرين شويه في حته الامضاء يعني، لكن مختلفين. انا اتصور فيهم بشكل مختلف شكلا وموضوعا. مفاجأة جميلة. الله. شكلا وموضوعا. شوقتنا، احنا متشوقين جدا. انا بحب ان انا يعني احب ان انا اغير، يعني بحب ان انا كل ادوارك فعلا متنوعه جدا جدا ومختلفه، وكلها على نفس المستوى. يعني هي متنوعه ومع ذلك كلها بمنتهى البراعه ما شاء الله. الحمد لله. فهو يعني يمكن في خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله ابقى انتهيت من حكايه الامضاء الاحترافيه، يعني عشان انا يعني رغم ان انا مش فيه بس بقعد بذاكر، يعني بقعد بتخيل الدور، يعني لسه ما بقاش بشكل رسمي اقصد، لكن انا بقعد اتخيل الكاركتر هيبقى عامل ازاي. لانه اصعب شيء لما تبقى انت ناجحه او ربنا كتب لك نجاح. السنه اللي فاتت الحمد لله كانت سنه جميله جدا، انك لازم صعوبه او بتبقى الدنيا صعبه قوي انك تختاري، في خوف، في خوف شديد انك انت هتعملي ايه، طب ده هيبقى اقل تبقى. فانا دايما يعني الحمد لله بدأ واتمنى ان يكون اختيار سليم ان شاء الله. طب بالمناسبه دي اختياراتك بتكون ازاي؟ لان برضو يعني الادوار كلها فعلا زي ما قلت احنا بنعرف اسمك موجود يبقى العمل ازاي بتختار؟ ازاي بختار؟ يعني السيناريو، الدور، العمل كله، يعني المخرج ايه اللي بيخليك توافق تقول هو ده؟ هقول لك على حاجه بكل صراحه، انا عمري ما جالي عمل وقبلته. في الاوليه انا برفضه بجد. ليه بقى؟ يعني كل اعمالها رفضتها في الاول؟ معقول؟ برفض. يعني بقول ايه ليه لا، يعني ما عاده، عشان والله مش مجامله، ما عاده سماعي في ايش، لان انا يعني زي ما بقول لك انا اللي سعيد ان اشتغل مع محمد سامي. انا برفض ليه؟ بخاف، مش برفض ان انا بقول ايه ده وحش، لا انا يعني انا لا، في حاجه ناقصه. الحاجه الناقصه على فكره عندي مش في الشغل طبعا، ببقى انا ناقص، انا حاسس ان انا في حاجه ناقصه هنا عايز اعملها. والحقيقه هو دايما بقول العين لما بيبقى في عين وراكي وبتحبك وخايفه عليكي بتشاركك الرأي. يعني يسرا دايما تقول لي ايه، طب اقرا تاني، طب انا هقرا، طب انا هقول لك. لا احنا عايزين نشكر يسرا جدا جدا. لا يسرا عامله شغل عليها حقيقي. فانا بقول ان انا لا اوكي، هي تقول لي لا، طب تقول هي حتى لما انا اكون واخد القرار هي عندها ميزه لطيفه جدا. يعني افرض انا اعتذرت عن عمل او مش عايز اشتغل، مش تقول لك بقى لا اشتغله بالعافيه، بتبعد لحد اما انا الف واروح ايه تمام. اختياري الاساسي في اختيار الاشياء ايه الجديد، ايه الجديد اللي هيعمله كده. لو انا ما حسيتوش، عشان برضو ما بقاش افلاطوني قوي، في اشياء طبعا انا ممكن اكون عملتها وما فيهاش جديد، بتبقى خطأ، يعني الكمال لله وحده يعني. لكن انا دايما ببحث عن انا جديد ازاي، جديد في الشكل وفي المضمون وفي طبعا. يعني دايما يقول لك انت شر، في جمله تسمعيها كده محفوظه، كلام محفوظ، يقول لك ايه انت بتعمل شر. انا اسف يعني، لا. انا عمري ما عملت شخصيه شبه التاني حقيقي، انا عمري ما عملت شر شبه التاني. الشر الخبيث غير الشر العنيف، غير الشر اللي بالعين، غير الشر الدحلاب زي ما بيقولوا. ده مختلف، ده مختلف عن ده، وده ملوش علاقه بده. وطريقه الكلام وطريقه تون الصوت على فكره، عشان انا طبعا ده فضل الله سبحانه وتعالى. لو انا تربيه موسيقيه فادتني في ايه؟ فادتني في علم الطبقات، طبقات الصوت. انا الحمد لله رب العالمين، وده بيتقال من مخرجين وساده زملاء كثيرين جدا. التون يقول لي انت جبت التون ده ازاي؟ يعني انا في 604 مشهد بيني وبين الاستاذ عادي صادق الله يرحمه، انا بقول بيقول لي انت سيدي، قلت له لا انا نسيت سيدك. فانا طلعت تون، التون طلع مش انا ما اعرفش طلعته ازاي طبعا، ساعتها يبقى طلع منين يعني. هو ده علم الطبقات، انا استخدمت طبقه تانية خالص باحساسي طبعا، مش ارتفيشال يعني او مش مبالغه. انا ما بحس ان الدور فيه جديد بقول الحمد لله. فده اختياري بياتي من هنا، ايه الجديد اللي انا هعمله، حتى لو كان الدور هو اسمه هو يا ستي نفس الناس بس نفس الكاست يعني، بس انا هعمل جديد. الجديد هنا حتى لو شر، هل في منطقه جديده في التناول؟ اوكي مفيش، بقول شكرا. طب ايه الادوار اللي انت حاسس ان انت يعني ما كنتش مبسوط من نفسك فيها؟ بصي اي حاجه عملتها لازم اكون مبسوط بان انا عملتها.
لكن هي انا عملتها خلاص، لكن الظروف قد تتطرق لاشياء. انا محترف، يعني قد يكون الاحتراف ياتي انك انت لازم تستمري. الابتعاد مش ذكاء، مش كويس طبعا، والابتعاد مش قوه. يعني عادي يقول لك انا قاعد في البيت لحد ما يجي لي الدور، لا اقعد بقى. يعني اقعد سنين عمرك. لان وكل الاسماء عشان ما نذكرش اي اسم في تاريخ الفن المصري قدم رسم بياني حقيقي من طبعا في عمل. انا يمكن ظروف اللي هي كانت سنه بعد 2011 2012 او قدمت عملين، يمكن انا او عمل انا ما كنتش راضي عنه خالص، ويمكن من اول يوم والله كنت عايز اروح البيت يعني، بس ربنا بقى اراد ونزل تمام. تقول اسمهم ولا مش لا هو انا قلت دايما ما هو اكتشفت شوف الصندوق الاسود انا مش راضي عنه خالص تماما، ورغم ان انا كنت من ابطاله يعني، بس انا ظروفه طول وقف. يمكن مش عيب حد على فكره خالص، يعني مش عيب ظروف التناول. يمكن انتاجيا الظروف هي اللي خلت العمل مش يعني مش انا اللي انا كنت ارضاه يعني. تمام. يعني ما كنتش راضي عنه، لكن في النهايه برضه ابقى راضي عنه لان انا محترف، انا اشتغلته خلاص، هو في السي في. لكن بتتعلمي يعني، بتتعلمي طبعا وتخرجي كل تجربه بتجربه يعني. أستاذ إيهاب نورتنا وشرفتنا وأمتعتنا بحلقة جميلة كلها طاقة وكلها يعني حب وموهبة ودروس ورسائل مهمة جدا. أعزائنا المتابعين لحد ممكن هنا أقول كلمة بس؟ طبعا اتفضل. أنا سعيد طبعا مع حضرتك، وسعيد بهذا اللقاء مع حضرتك، وده شرف كبير ليا، وسعيد ان انا في هذا الصرح نشأت على هذا الصرح، وعينيا اول ما قرت جورنال الاهرام، وفعلا والله انا وانا ماشي في الجنبات المكان ده كله وانا ماشي حاسس بفخر وزهو ان انا قاعد النهارده في لقاء في بودكاست مع جريدة الاهرام وحضرتك طبعا. فانا بشكركم جدا وبشكر كل الساده اللي ورا الكاميرات. شكرا لحضراتكم، وان انا هقول ان انا كان من احدى حاجات في حياتي ان انا عملت هذا اللقاء في هذه الجريدة المحترمة في هذا المكان المحترم. شكرا الفنان الكبير إيهاب فهمي. شكرا متابعينا الاعزاء، وانتظرونا قريبا وبودكاست جديد حديث الاهرام.